بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب تانية إعدادي، بنكمل حل أسئلة كتاب الامتحان 2024 علوم الترم الأول. ما زلنا في الدرس الأول من الوحدة التانية، درس طبقات الغلاف الجوي. بنكمل حل أسئلة الكتاب، وصلنا لأسئلة مستويات التفكير العليا، وده كتاب الشرح صفحة 163. وإن شاء الله الفيديو الجاي هنكمل حل أسئلة الكتاب. سؤال 19، اختر الإجابة الصحيحة. 1. من المحتمل أن تكون قيمة الضغط الجوي أعلى قمة أحد الجبال 1.5 ولا 1.3 ولا 1.26 ولا 1 بار؟ احنا هنختار رقم د 1 بار. ليه اخترنا 1 بار؟ طبعا عرفنا ان البار بيساوي 1000 ملي بار، البار الواحد بيساوي 1000 ملي بار، فهنا اخترنا 1 بار معناها 1000 ملي بار. فإذا نتوقع ان الضغط الجوي على قمة أحد الجبال 1000 ملي بار. ليه؟ لأن الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر عرفنا ان هو 1.13 و25 ملي بار. ده الضغط الجوي أسفل نقطة اللي هو عند مستوى سطح البحر، وكل ما ارتفعنا إلى أعلى الضغط الجوي بيبدأ يقل. فاحنا عايزين قيمة أقل من 1013 و25 ملي بار، لأن 1013 و25 ده عند سطح البحر، وكل ما ارتفعنا إلى أعلى عرفنا الضغط الجوي بيقل، فطبيعي على قمة جبل الضغط هيكون أقل من الرقم ده. فطبعا أقل من الرقم ده مفيش غير 1 بار، يعني 1000 ملي بار. 2. تكون جزيئات الهواء متقاربة جدا من بعضها عند ارتفاع، هنختار رقم أ، سطح البحر. ليه اخترنا سطح البحر؟ معنى ان جزيئات الهواء بتكون متقاربة جدا من بعضها، معنى كده ان كثافة الهواء أكبر ما يمكن. جزيئات الهواء قريبة جدا من بعضها، معنى كده إن كثافة الهواء هنا كبيرة أو أكبر. عرفنا كل ما ارتفعنا إلى أعلى في الغلاف الجوي كثافة الهواء بتبدأ تقل، كثافة الهواء بتقل. فالمفروض أسفل كثافة الهواء هتكون أكبر، لأن كل ما ارتفعنا إلى أعلى في الغلاف الجوي بتبدأ كثافة الهواء الجوي بتقل، فالكثافة أسفل بتكون أكبر. أسفل، فهنختار أسفل نقطة اللي هي سطح البحر. 3. تمثل كتلة الهواء الموجودة في طبقات الغلاف الجوي الثلاث العليا حوالي كام في المية من كتلة الغلاف الجوي؟ اخترنا 25%. ليه اخترنا 25%؟ أول طبقة عرفنا إن هي طبقة التروبوسفير، وعرفنا إن الطبقة الأولى التروبوسفير بتحتوي على 75% من كتلة الغلاف الجوي. إذا الثلاث طبقات اللي أعلى اللي هم ستراتوسفير، ميزوسفير، السيرموسفير، الثلاثة اللي أعلى، الثلاثة مع بعض اللي أعلى 25%، لأن الأولى السفلية لوحدها عرفنا إن هي 75%. 4. يتركز في الجزء السفلي من السيرموسفير ولا الميزوسفير ولا التروبوسفير ولا الستراتوسفير أكثر من نصف كتلة الغلاف الجوي؟ احنا هنختار التروبوسفير رقم ب. عرفنا ان كل ما ارتفعنا الى اعلى تقل كثافة الهواء الجوي. الهواء الجوي كثافته بتقل كلما ارتفعنا الى اعلى في الغلاف الجوي، فالمفروض ان اسفل الهواء بيكون مركز اكتر، فهنا نصف كتلة الغلاف الجوي موجودة في أول طبقة وكمان في الجزء السفلي منها اللي هو التروبوسفير، لأننا عرفنا التروبوسفير الطبقة الأولى بتحتوي على 75%، يعني 3/4 كتلة الغلاف الجوي.
الجزء السفلي منها فيه أكتر من النصف، فهنختار الأولى التروبوسفير. 5. تحتوي الثلاث طبقات العليا من الغلاف الجوي على 1% لاختيار رقم أ من بخار الماء. عرفنا إن الطبقة الأولى التروبوسفير بتحتوي على 99% من بخار ماء الهواء الجوي. إذن الثلاث طبقات العليا اللي أعلى التروبوسفير اللي هم ستراتو ميزو سيرمو، التلاتة دول مع بعض 1%، لأن الأولى لوحدها 99%. سؤال 20. علل. تعتبر الميزوسفير من أسباب استمرار الحياة على كوكب الأرض. طبقة الميزوسفير هي الطبقة الثالثة من طبقات الغلاف الجوي للأرض، وعرفنا إن الطبقة دي بيتكون فيها الشهب. الشهب دي عبارة عن كتل صخرية بتدخل الغلاف الجوي للأرض، ونتيجة الامتداد العظيم للغلاف الجوي نتيجة احتكاكها مع جزيئات الهواء الجوي بتحترق وتسقط على هيئة سهام ضوئية. بالتالي هي الطبقة دي بيتكون فيها الشهب، لأن طبعا الشهب دي كتل صخرية لو وصلت لسطح الأرض طبعا هتحدث أضرار. فهي الطبقة دي بتحمي كوكب الأرض من الشهب اللي هي الكتل الصخرية، لأن الشهب بتحترق فيها وتسقط على هيئة سهام ضوئية. إذن الإجابة لأنها تحمي كوكب الأرض من الكتل الصخرية الفضائية التي تدخل الغلاف الجوي للأرض، حيث تحترق هذه الكتل الصخرية احتراقا تاما وتسقط على هيئة سهام ضوئية. سؤال 21. ماذا يحدث لو 1. تساوي الضغط الجوي في جميع مناطق سطح الأرض. عرفنا إن في منطقة ضغط جوي مرتفع وفي منطقة ضغط جوي منخفض، وده سبب هبوب الرياح. الرياح بتهب من منطقة الضغط الجوي المرتفع إلى منطقة الضغط الجوي المنخفض. فلو مفيش منخفض ولا مرتفع تساووا في الضغط الجوي هيترتب على كده عدم هبوب الرياح. عدم هبوب الرياح لأن الرياح بتهب من المرتفع إلى المنخفض. الإجابة عدم هبوب الرياح، أو لن تهب الرياح، أو لن تنتقل الرياح من منطقة لأخرى على سطح الأرض. 2. لم يوجد الأيونوسفير في نهاية الغلاف الجوي. عرفنا أن الطبقة الرابعة من طبقات الغلاف الجوي للأرض اسمها السيرموسفير. الجزء العلوي منها يسمى الأيونوسفير. ليه بيسمى الأيونوسفير؟ كلمة أيونو يعني فيها أيونات مشحونة، إذن فهي طبقة مشحونة، وعرفنا أهميتها بتستخدم في الاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي. فلو مفيش أيونوسفير هيحدث إيه؟ الإجابة لن تستطيع مراكز الاتصالات ومحطات الإذاعة استقبال إشارات البث وإرسالها من مراكز ومحطات أخرى. الإجابة مرة تانية، لن تستطيع مراكز الاتصالات ومحطات الإذاعة استقبال وإرسال البث من مراكز ومحطات أخرى. 3. لم يوجد حزامي فان ألين. عرفنا أن بيحيط بالأيونوسفير حزامين مغناطيسيين يسمى حزامي فان ألين. الحزامين دول أهميتهم تشتيت الإشعاعات الكونية الضارة المشحونة بعيدا عن الأرض. فلو مفيش الحزامين دول اللي هيحدث إنه الإشعاعات الكونية المشحونة الضارة بتصل إلى سطح الأرض، وطبعا ده هيهدد حياة الكائنات الحية. الإجابة تصل الإشعاعات الكونية المشحونة الضارة إلى سطح الأرض مما يهدد حياة الكائنات الحية. بعد كده السؤال الأخير رقم 22. مسائل متنوعة على الدرس. الدرس عليه مسائل، ومسائل الدرس دي مهمة جدا في الامتحان. واللي عايز يشوف حل مسائل أكتر على الدرس هسيب رابط في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو.
رابط فيديو بعنوان حل مسائل درس طبقات الغلاف الجوي لأنها مهمة جدا في الامتحان. المسائل دي بتتكلم على ايه؟ الطبقة الأولى التروبوسفير. الطبقة الأولى التروبوسفير، كل ما ارتفعنا إلى أعلى 1 كيلومتر، 1 كيلومتر بتنخفض درجة الحرارة 6.5. كل ما ارتفعنا إلى أعلى 1 كيلومتر في التروبوسفير بتنخفض درجة الحرارة 6.5 مئوية. ده الجزء اللي عليه مسائل. وعلشان برضو الفيديو ما يكونش طويل جبنا المسائل دي محلولة. مسألة 1: إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل 32.5 درجة مئوية، فعلى أي ارتفاع يبدأ ظهور الجليد؟ حل المسألة. ده حل مسألة 1. عندي جبل، بيقول لي درجة الحرارة عند سفح الجبل يعني أسفل الجبل 32.5 مئوية. على ارتفاع كام بيبدأ ظهور الجليد؟ طبعا عرفنا ان الماء بيتجمد، ده في درس الماء بيتجمد عند 0 مئوية، فبيبدأ ظهور الجليد عند درجة حرارة 0 لأن الماء بيتجمد عند 0 مئوية. كده عرفنا درجتين الحرارة أعلى وأسفل. أسفل عند الجبل 32.5 مئوية، أعلى اللي هو ظهور الجليد 0 مئوية. الحل على خطوتين. 1: مقدار الانخفاض في درجة الحرارة يساوي، بنطرح درجة الحرارة اللي أسفل عند سفح الجبل 32.5 سالب درجة الحرارة اللي أعلى اللي هي 0، ده الجليد أو درجة تجمد الماء. 32.5 سالب 0 بيساوي 32.5 مئوية. الخطوة التانية والأخيرة بيقول لي على أي ارتفاع يبدأ ظهور الجليد. الارتفاع بيساوي، بنقسم الناتج على 6.5. 32.5 على 6.5 بيساوي 5 كيلومتر. إذا بيبدأ ظهور الجليد على ارتفاع 5 كيلومتر. المسألة رقم 2: إذا كانت درجة الحرارة عند قمة أحد الجبال سالب 4 مئوية، وعند نقطة في منتصف ارتفاع الجبل 9 مئوية، فكم يبلغ ارتفاع الجبل وكم تكون درجة الحرارة عند سفحه؟ حل المسألة. هو مديني معلومتين فقط، درجتين حرارة. ده جبل مديني معلومتين فقط، درجة الحرارة على القمة سالب 4 مئوية، ودرجة الحرارة عند المنتصف 9 مئوية. دول المعلومتين اللي ذكرهم. عايزني أحسب رقم 1 ارتفاع الجبل. الحل على خطوتين. 1: مقدار التغير في درجة الحرارة يساوي، عندي درجتين حرارة 9 وسالب 4، بنطرح اللي أسفل سالب اللي أعلى. اللي أسفل 9، طبعا اللي أسفل اللي هي عند منتصف الجبل 9، سالب اللي أعلى عند القمة سالب 4. في سالب تانية بنحطها بين قوسين، بنطلع الناتج 9. السالب في سالب بموجب 4. 9 زائد 4 13 مئوية. رقم 2: بنحسب الارتفاع، ولكن ناخد بالنا ده ارتفاع نص الجبل. ده ارتفاع نص الجبل، بنقسم الناتج اللي هو 13 على 6.5 بيساوي 2 كيلومتر. ارتفاع نص الجبل 2 كيلومتر، إذا الجبل على بعضه ارتفاعه 4 كيلومتر. إذا ارتفاع الجبل بيساوي 4 كيلومتر. بيقول لي كمان احسب درجة الحرارة عند سفحه. سفحه يعني أسفله، احنا حسبناها 22. 22 جت ازاي؟ ارتفاع الجبل 4 كيلومتر، الارتفاع ده بنضربه في 6.5. رقم 1: مقدار الارتفاع في درجة الحرارة بيساوي ارتفاع الجبل حسبناه 4 في 6.5 بيساوي 26 درجة مئوية. بيقول لي احسب درجة الحرارة عند سفح الجبل. درجة الحرارة عند سفح الجبل بيساوي، هنا احنا عايزين درجة الحرارة اللي أسفل عند سفح الجبل،
إذا بنجمع لأن درجة الحرارة اللي أسفل هي اللي أكبر. هنجمع درجة الحرارة اللي أعلى اللي هي عند القمة -4 زائد مقدار الارتفاع حسبناه في الخطوة الأولى 26. بنطلع الناتج 26 -4 بيساوي 22 درجة مئوية. مسألة 3. تسلقت هبة جبل ارتفاعه 5 كيلو متر، وكانت معها زجاجة ممتلئة لحفتها بالماء محكمة الغلق، فكم تبلغ درجة الحرارة أسفل فإذا كانت درجة الحرارة أسفل الجبل 30 مئوية، كم تبلغ درجة الحرارة عند قمة الجبل؟ وماذا يحدث للزجاجة مع التفسير؟ حل المسألة. عندي جبل ارتفاعه 5 كيلو متر، ودرجة الحرارة أسفله 30 مئوية. عايزين نحسب رقم 1 درجة الحرارة على القمة. الحل على خطوتين. رقم 1 مقدار الانخفاض في درجة الحرارة، بنضرب الارتفاع في 6.5. ارتفاع الجبل 5 كيلو متر في 6.5. 5 في 6.5 بيساوي 32.5 درجة مئوية. بيسألني كم تبلغ درجة الحرارة عند قمة الجبل، ودي رقم 2 والأخيرة في الحل. درجة الحرارة عند قمة الجبل بيساوي، بنطرح درجة الحرارة اللي أسفل الجبل 30 سالب مقدار الانخفاض في درجة الحرارة اللي حسبناه 32.5. 30 سالب 32.5 بيساوي -2.5 درجة مئوية. بيقول لي هبة تسلقت الجبل وكان معها زجاجة مياه. ايه اللي هيحدث لزجاجة المياه مع التفسير؟ لو شخص صعد لقمة الجبل، حسبنا درجة الحرارة على القمة -2.5. على القمة درجة الحرارة أقل من الصفر -2.5. وعرفنا في درس الماء إن الماء بيتجمد عند 0 مئوية. فطبعا هنا الزجاجة هتنفجر أو هتتهشم. ليه؟ لأن دي درجة تجمد الماء بيتجمد عند 0، وعلى القمة درجة الحرارة أقل من الصفر. فالماء اللي داخل الزجاجة هيتجمد. لما بيتجمد حجمه بيزيد فالزجاجة هتتهشم. الإجابة تنفجر الزجاجة أو تتهشم الزجاجة مع التفسير لتجمد الماء داخلها. والماء لما يتجمد حجمه بيزيد فيزداد حجمه، ولما الماء يزداد حجمه بيولد ضغط على جدران الزجاجة فتتهشم. مسألة 4. طائرة تحلق على ارتفاع 10 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر، ودرجة الحرارة داخلها 20 مئوية. درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر 35 درجة مئوية. احسب الفرق في درجة الحرارة داخل وخارج الطائرة. هنا المعلومات اللي ذكرها لي إن الارتفاع بين الطائرة وسطح البحر 10 كيلو متر، وذكر لي إن درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر 35 درجة مئوية، وإن درجة الحرارة داخل الطائرة 20 مئوية. طالب مني أحسب الفرق في درجة الحرارة داخل وخارج الطائرة. هو درجة الحرارة داخل الطائرة موجودة 20، فهنحسب درجة الحرارة خارج الطائرة، وبعدين نطرح داخل اللي هو ادهالي 20 سالب خارج اللي هنحسبها. الحل على 3 خطوات. رقم 1 مقدار التغير في درجة الحرارة بيساوي، بنطرح أو هنا في ارتفاع. أول ما نشوف ارتفاع بنضربه في 6.5. ارتفاع الطائرة عن سطح البحر 10 كيلو متر في 6.5. 10 في 6.5 بيساوي 65 درجة مئوية. رقم 2 درجة الحرارة خارج الطائرة. احنا كده هنحسب درجة الحرارة بتاعة الهواء الجوي
خارج الطائرة أو عند موضع تحليق الطائرة. بنطرح درجة الحرارة اللي أسفل عند مستوى سطح البحر 35. سالب مقدار التغير في درجة الحرارة حسبناه 65. 35 سالب 65 بيساوي سالب 30 درجة مئوية. الخطوة الثالثة والأخيرة في الحل. الفرق في درجة الحرارة داخل وخارج الطائرة بيساوي، هو ذكر داخل فدي اللي هنكتبها الأول. داخل الطائرة 20 سالب خارج الطائرة حسبناه سالب 30، في سالب تانية فبنحطها بين قوسين، بيساوي 20 السالب في سالب بموجب 30. 20 زائد 30 بيساوي 50 درجة مئوية. مسألة رقم 5. إذا كانت درجة الحرارة عند مستوى سطح البحر 32.5 درجة مئوية، فكم تكون درجة الحرارة عند نقطة تقع أسفل التروبوبوز بحوالي 7 كيلو متر؟ الحل. هنا ده سطح البحر، ده سطح البحر، وذكر لي في المسألة إن درجة الحرارة عند سطح البحر 32.5 درجة مئوية. بيقول لي احسب درجة الحرارة عند نقطة تقع أسفل التروبوبوز بحوالي 7 كيلو متر. عرفنا إن التروبوبوز بيفصل بين الطبقة الأولى والطبقة التانية. دي الطبقة الأولى اللي هي التروبوسفير، ودي الطبقة التانية اللي هي الستراتوسفير. فده الحد الفاصل بين التروبوسفير والستراتوسفير. وعرفنا ان نهاية ان طبقة التروبوسفير ارتفاعها لحد 13 كيلو متر. التروبوبوز ارتفاعها من سطح البحر لحد 13 كيلو متر، فاذا الارتفاع ده كله 13. بيقول لي احسب درجة الحرارة عند نقطة تقع أسفل التروبوبوز ب7 كيلو متر، ده كله 13. عايزين نحسب درجة الحرارة في النقطة دي اللي هي بتقع أسفل التروبوبوز ب7. هي بتقع أسفل التروبوبوز ب7، يعني بينها وبين سطح الأرض 6، إذا دي 6 كيلو متر. يعني نحسب درجة الحرارة في النقطة دي. عندنا درجة الحرارة أسفل 32.5 والارتفاع 6 كيلو متر. 13 سالب 7 6. الحل على خطوتين. 1. مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي، هنضرب الارتفاع النقطة دي عن سطح البحر 6 كيلو متر في 6.5 بيساوي 39 درجة مئوية. الخطوة 2. درجة الحرارة بتساوي، بنطرح درجة الحرارة اللي أسفل عند سطح البحر 32.5 سالب مقدار الانخفاض في درجة الحرارة حسبناه 39. 32.5 سالب 39 بيساوي سالب 6.5 درجة مئوية. ده الحل. آخر مسألة. من الشكل المقابل، إذا كانت درجة الحرارة عند منتصف الجبل 0، احسب درجة الحرارة عند النقاط A و B و C. وموضح لي ان ارتفاع الجبل 2 كيلو متر، وان الارتفاع بين النقطة C ومستوى سطح البحر 500 مئوية. طالب مني احسب درجة الحرارة عند النقطة B اللي هي قمة الجبل، وعند النقطة A اللي هي سطح البحر، وعند النقطة C اللي بتنخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 500 متر. الحل. عرفنا ان الارتفاع الجبل 2 كيلو متر، وان درجة الحرارة عند نقطة في منتصف الجبل 0، وان النقطة C بتنخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 500 متر. دي المعلومات اللي ذكرها لي في المسألة. هنحسب درجة الحرارة عند النقطة A. دي النقطة A اللي هي مستوى سطح البحر.
الجبل ارتفاعه 2 كيلو متر، ودرجة الحرارة عند المنتصف 0. إذا هنا 1 كيلو متر وهنا 1 كيلو متر. ارتفاع نص الجبل 1، وارتفاع نص الجبل التاني 1. علشان نحسب درجة الحرارة عند النقطة A الحل على خطوتين. رقم 1، مقدار الارتفاع في درجة الحرارة بيساوي ارتفاع نص الجبل اللي هو 1 كيلو متر في 6.5. 1 في 6.5 بيساوي 6.5 درجة مئوية. درجة الحرارة عند النقطة A بيساوي، بنجمع درجة الحرارة اللي أعلى عند منتصف الجبل اللي هي 0، زائد مقدار الارتفاع في درجة الحرارة اللي حسبناه 6.5. 0 زائد 6.5 بيساوي 6.5 درجة مئوية. إذا كده حسبنا درجة الحرارة عند النقطة A اللي هي مستوى سطح البحر، طلعت 6.5 مئوية. بعد كده نحسب درجة الحرارة عند النقطة B. النقطة B اللي هي قمة الجبل. الحل برضو على خطوتين. رقم 1، مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي ارتفاع نص الجبل اللي أعلى 1 كيلو متر بنضربه في 6.5. 1 في 6.5 بيساوي 6.5 درجة مئوية. الخطوة 2، درجة الحرارة عند النقطة B بتساوي B درجة الحرارة اللي أعلى عند القمة، ودرجة الحرارة اللي أعلى هي اللي أقل، هنطرح درجة الحرارة اللي أسفل عند نص الجبل اللي هي 0، سالب مقدار الانخفاض في درجة الحرارة اللي حسبناه 6.5. 0 سالب 6.5 بيساوي سالب 6.5 درجة مئوية. إذا درجة الحرارة عند النقطة B اللي هي قمة الجبل سالب 6.5 درجة مئوية. نحسب درجة الحرارة عند النقطة C اللي هي بتنخفض عن سطح البحر بمقدار 500 متر. الحل برضو على خطوتين. في ارتفاع هنا اللي هو 500 متر بنضربه في 6.5. مقدار الارتفاع في درجة الحرارة يساوي، احنا بنضرب 6.5 في الارتفاع بالكيلو متر، وهنا الارتفاع بالمتر 500، فلازم الأول نحول الارتفاع بالمتر لكيلو متر نقسمه على 1000. 500 على 1000 يعني نص كيلو متر. خلاص حولنا الارتفاع من متر لكيلو متر، طلع معايا نص في 6.5. نص في 6.5 بيساوي 3.25 درجة مئوية. درجة الحرارة عند النقطة C بتساوي C درجة الحرارة اللي أسفل، ودرجة الحرارة اللي أسفل هي اللي أكبر، فهنجمع إيه؟ هنجمع درجة الحرارة اللي أعلى C اللي هي إيه حسبناها 6.5، زائد مقدار الارتفاع في درجة الحرارة اللي حسبناه 3.25. 6.5 زائد 3.25 بيساوي 9.75 درجة مئوية. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنحل تدريبات الدرس من كراسة التدريبات اليومية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.